السلام عليكم، اصبح الخير واصبح النور من الدار البيضاء كازابلانكا. المهم هذا العام هذا البنات قالوا لي انت صار ما ديتيناش نسافروا وانا بحالي بحالكم راه انا ما سافرتش، راكم عارفين اصلا جيت على قبل الوالده. الحمد لله ملي جاو عاوتاني خوتي بقينا مجمعين، كل واحد عاوتاني ها اللي مشى ها اللي قريب يمشي، ومن بينهم انا حتى انا ان شاء الله صافي كما نقولوا وصل الفينال ان شاء الله صافي. قولوا بقات لي ليله ان شاء الله وغادي انا يلا نوجد. راكم عارفين هذاك اليومين الاخر راه كلها كتكون غير جري ما كتبش لينا نخرجوا من كازا. راه تخيلوا معايا هاد المجيه هذه سبحان الله العظيم حتى سيدي رحال اللي يعني شحال ساعه الا ربع ما تقريبا كنديروا في الطريق، ساعه الا ربع يعني على كازا، وعندنا الدار تما وكل شيء مولفه. من الحوايج الاولين اللي كندير ما مشيتش سبحان الله. هاد المجيه هذه كانت عائليه كثار والحمد لله جمعنا ودوزنا وقيته زوينه وجاو الحباب ومشينا عند الحباب وصافي. وبهذا غادي تكون النهايه ديال يعني ديال السيجور ديالي في المغرب. الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير وكيف ما تمنيتو وكيف ما خططتو في راسي الحمد لله. الله يحفظ لكم حتى نتوما معز عليكم. المهم دابا النهار الاخر انا كنسميها النهار الاخر، يعني كيبقى لك نهار هو النهار الاخر. يلا كتقضي فيه شحال من غراض وغراض، تمشي تقداي تجمعي حويجاتك تستعدي مورالمون صافي انك غادي ترجعي الروتين وجري. خصوصا راكم عارفين شنو باقي تابعني، حيت بزاف كيبقاو يسولوا انتصار اش بقيتي درتي، انتصار اش درتي في الدار ما بقيتيش قلتي لينا. شوفوا انا ان شاء الله راه كل شيء باقي هو باقي غادي نرحل وباقي غادي نجمع رحيلي باقي داكشي كيف ما هو. هنا ما جينا للمغرب ما جيناش اختي ناخذوا الزريعه وداك الشيء. شوفوا الزريعه مولي الزريعه ما بقاش داك الزريعه اللي عند بالكم داك الشيء موديرن. شوفوا تبارك الله مولي الزريعه كي ولا عندهم داك الشيء لاباس بخير. الفانيد شوفوا تعقل الفانيد كيفاش جميع فانيد تاع الطفوله مجموع هنايا 100 غرام. عطينا خويا 100 غرام كحله 50 غرام بيضه دوبل هذه بحال ولات 100 غرام 100 غرام كحله 100 غرام بيضه. راك الزريعه شو الخروب النبك ناخذ الامين النبك امين حماق على النبك. شوفي هذا بالنافع اللوز بالنافع زوين هذاك مقلي داكشي ولا ما داكشي الفاني يا سلام. هذا ديال اليوم توريه شفتو طلعت ما ساهلاش. شفت طلبات واحد البلا لايك دير لهم لايك خديت انايا واحد شنو هي بايله هذه كتوتو بايله جميله. انت شوفي يا اختي ياك ما دورتي معاهم الدخله لو حتى بغيتي تمثلي لا راه برا انا خديت فريتور هنايا. ها ولد دربكم ولد دربهم الرشوه يا اختي. هنايا الصوص الحاره دوزت لجيتي ضروري بصحتك وراحتك كتوتو. طلعوا واعرين عندك ماما وخويا. لا طلعت انا حسيت براسي انا اليوم هي اللي تزرفت في الاختيار هذه باش عندك واعر. شنو دي مقيله ميكس فيها كواريط الحوت فيها الكالامار فيها الكروفيت. والله لا ما تذوقونيش شي وحده ما راضياش ما تذوقونيش. صحتكم وراحتكم. يا بنات غادي نديكم معايا ان شاء الله اخر زياره ليا محدي باقا في المغرب. غادي نديكم زياره للمكتب ديال الاستاذ سامر الجسري، خصوصا انه حاليا متواجد في المغرب ان شاء الله لبضعه ايام. اللي باغي ان شاء الله استشارات مباشره مع دي رونديفو داكشي هذه هي الوقيته المناسبه ان شاء الله الا بغيتو تجيو تلقاو به. نتوما المهم حنايا غاديين دابا في الطريق. فوالا هذا هو الشارع من اكبر الشوارع هنايا في الدار البيضاء واللي هو شارع الزرقطوني. المهم كتبقاو غاديين عليه طوال. انا غادي نوريكم ان شاء الله بالضبط يعني فين النت باش ما عندكم فين تلفوا. ما وصلت البنات شويه. المهم جات هي قريبه العوينه الحاره. يبان لكم البحر تما راه هو البحر تما وهذه هي العماره. المهم باش نعتها لكم فوالا غادي تجيو تلقاو هنايا بزاف ديال البيروات. يبان لكم ياه كندا مستشار وهجره معتمدون. صافي غادي تعرفوا هذه هي العماره. المهم فوالا هذه هي الدخله ديالها. غادي نجيو هنايا لاسانسور. اهلا صافي غادي تجيو ديروا هنايا 5 ايطاج. هو راه ديجا راه مكتوب تما
5 ايطاج قدو فولارنا ووصلنا. مهم فوالا ها هو المكتب اون فاس. اون فوا كتخرجوا من البيرو السلام. هاي خديجه في الاستقبال. السلام خديجه، كي دايره؟ صافا بخير؟ صافي دابا ديال تجيو الوجه المألوف اللي هي المسؤوله على المكتب. المهم مرحبا بنا مرة ثانية عند الأستاذ سامر والمستشار سامر الجسري بالمغرب. الله مازال غادي ندخلوا عنده المكتب وغادي إن شاء الله غادي يعطينا بيان سور الكلمات ديالو. المهم دابا أول حاجة عندي أنا واحد الجلسة مع خديجة راس في الراس، غادي نهضروا إن شاء الله شوية على بعض الأسئلة اللي كيبقاو دائما كتكرر. أول سؤال خديجة هو بزاف كيجيوني، واش نجيو مباشرة نجيو عندهم المكتب ولا ضروري رونديفو يعني ياخذوا معكم موعد قبل؟ صراحه انا كيجيوني هاد الكيستيون بزاف من طرف كانتيسار ومن طرف الناس ديالك والمشاهدين ديالك. ضروري يكون رونديفو قبل. فاولا باش نعطيو الانسان وقته، وثاني حاجه ان ما يكونش الازدحام عندنا في المكتب. كل واحد كنعطيو مثلا واحد كنعطيو مع 12 مع الوحده، فما كيكونش هذاك الاكتمال. لا تكون مساله تنظيم. ثاني حاجه هو مثلا بعض المرات كيتواصلوا معايا ناس ما عندهمش دبلومات، مثلا كاين اللي كتقول لك انا راجلي شيفور ولا انا مثلا كوافوره ولا انا كندير مثلا شي عمل حر ولا شي حاجه وما عنديش لغه ولا ما عنديش فرنسيه وانجليزيه وكذا وكذا. انا كنشوفهم هذوك كتكون شويه، حيت كندا كنشوفهم ماشي سهله حتى لهاد الدرجه. هي كندا نقدروا نقولوا عليها هي السهل الممتنع. فاول حاجه ممكن لاي واحد يمشي وماشي ممكن لاي واحد يمشي تماما. فاول حاجه بحال نهضروا على لونتري اكسبريس ولا هجره الكفاءات. هجره الكفاءات في لو سيستيم كنديان ضروري كل حاجه كتعطي نقاط. مثلا لي بوين كيعطيو نقاط الا كان عندك اخ او اخت في كندا كيعطي نقاط. الا كان عندك ديبلوم ابارتيغ مثلا من الباك ديبلوم الناس اللي على الاقل بعد عامين اجازه ضروري مينيموم خاص يكون عندك دبلوم تاع عامين. اللغه عندك فرنسيه او انجليزيه كتزيد الفرنسيه انتصار بالنسبه لكيبيك. الناس اللي كيبيك لا الناس في كندا شنو بغات تميلونجي كاع الولايات تخليهم يعني يكونوا فرانكوفون وانغلوفون اون ميم طون. فالناس دارت اوفر كندا جو بونس تكون في راسك هاد القضيه. دارت اوفر بان الناس اللي كيدويو فرانكوفون ناقصه لهم نقاط في لو سيستيم كنديان. يعني علاش اختارت المغاربه؟ حيت حنا عندنا الاغلبيه كندويو فرنسيه يعني كلغه ثانيه. فهاد القضيه هذه خص الناس يخدموا عليها فريمون بزاف، لان اللغه كتعطي النقاط في لو سيستيم بزاف وكتعاونك حتى تما. يعني الا كانت عندك يعني كتعاون اللغه راه كتبقى هي الكومونيكاسيون تما. ثاني حاجه السن، يعني الناس اللي كانوا كبار بزاف وباغيين يدفعوا اونطري اكسبريس كتكون شويه قضيه ماشي قد ما كنتو صغار. يعني ديجا في العشرينات الثلاثينات في الاول تاع الربعينات كتقدر حتى هي كتزيد النقاط بطبيعه الحال. خصوصا ما بين 26 و 36 سنه الناس كياخذوا الماكسيموم ديال النقاط. فاكثر ما زادوا الناس فلاش اكثر ما النقاط ديالهم والتجربه الاكسبيريونس. يعني واش عندك اكسبيريونس يعني مسيرتك المهنيه واش سبق لك خدمتي هنا هادو كلهم كيزيدوا نقاط. اما للاسف اللي كيصيفطوا لي مثلا انهم خدامين ما خارجه من 5 ولا 6 يعني ما عندها لا شهادات ولا هذا، هذه قضيه كتبقى شويه صعيبه. ولكن كيكونوا فرص اخرى ديال الدراسه بحال مثلا الدراسه. الناس اللي عندهم مثلا غير الباك ما عندهمش اكسبيريونس فممكن انهم يبقوا احسن زعما يعني بروغرام اللي يقدروا يمشيو بين المغاربه هو لونطري اكسبريس والدراسه ممكن انه يمشي تما يكمل الدراسه ديالو ابخي كياخذ بيرمي دو طرافاي ويقدر يخدم تما على خاطره من بعدو كتجي اقامه ان شاء الله. وشنو مثلا عاوتاني الاخرين كمستثمرين، لان من بين السيرفيس اللي كيقدموها حتى الناس المستثمرين اللي سبق الله كيكون عندهم فلوس ولا عندهم ديجا بروجي هنا وبغاو يحولوا لكندا ولا يحلوا فرع، هذا حتى هو كتقدموا هذا النوع من السيرفيس. بطبيعه الحال جميع الاشياء او التاشيرات اللي عندها علاقه بالهجره الى كندا كنقدموها. لم الشمل كما قلنا، يعني راجل بغى يدي مرته ولا مرا بغات دير راجلها ولا حتى في الدراسه انتصار. في الدراسه ممكن ان الانسان يدير لم الشمل الزوجه ديالو ولا الام ديالو. كيجيونا شباب في العمر ديال 18 سنه كيدي مع الام ديالو لان ما كاينش شي واحد اللي غير عارفه كتكون الامور بسيطه وسهله. هذه حتى هي حاجه زوينه. وبعد ما كملنا هذه الجلسه الخفيفه الظريفه انا وخديجه، نتمنى ان شاء الله يعني تكونوا خديتوا ولو فكره بسيطه. غادي ندوزو دابا ندخلوا عند الاستاذ سامر الجسري المكتب. كما قلت لكم هو حاليا متواجد في المغرب لبضعه ايام. ان شاء الله اللي بغاو استشارات مباشره معاه هذه هي الفرصه ان شاء الله باش تاخذوا دي رونديو. يلا اجيو معايا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بعملائنا الكرام والمتابعين على كل قنواتنا وبالذات على قناة الأستاذة انتصار. أول شيء بدي أرحب فيكي سيدة انتصار على وجودك في المغرب وعلى استقبالنا الحافل دائما من كل أهلنا وأحبائنا في المغرب. أول شيء أعرفكم بنفسي، أنا المستشار المعتمد والمحلف القانوني سامر الجسري، رئيس إدارة مكاتب يحيى كندا القانونية العالمية. طبعا احنا تابعين لكل النقابات والادارات والوزارات الرسميه في كندا، فتعاملنا بيكون بشكل احترافي ورسمي، ورقمنا مع النقابه شغال ومفعل. دائما برجو من الجميع وبركز على هذه النقطه انه انتم اموالكم واطفالكم وحياتكم امانه من الله ليكم، لازم تنتبهوا مع مين بتتعاملوا. دائما لما بتروحوا على اي مكتب محامي او مستشار لازم تسالوه عن رقمه مع النقابه، تتاكدوا انه هو مفعل وشغال الان، ما تم ايقافه مشان اي مخالفات. هذه امور جدا مهمه بالنسبه لكم. بدي انوه كمان على انه مكتبنا في المغرب هو في شارع محمد الزرقطوني فوق مطعم الهيبه في الطابق الخامس. دائما يستقبلكم فريق العمل باداره السيده خديجه بابتسامه وترحيب مثل العاده ان شاء الله. وكمان في اسعار خاصه جدا مقدمه من الاستاذه انتصار ليكم، فاحنا دائما بنكون مثل ما انتم كرماء معنا احنا كرماء معكم، فبنحاول قد ما نقدر نعطيكم ان شاء الله. فاللي بيحب ياخذ استشاره مباشره معي، الناس كلها والله ليس كبرا ومحبه فيكم بتحاول تحجز معايا في كندا لمده اسبوعين للامام، لكن بوجودي في المغرب الان ففاتحين الباب انه خلال يوم ممكن تحجز لليوم الثاني، فحتى يوم السبت فاتحينه للحجوزات بس خلال فتره الاسبوعين ثلاثه، لكن لازم تكون حاجز ليوم السبت من بدايه الاسبوع ان شاء الله. فانا موجود معاكم هون، برحب فيكم مره ثانيه، اسعار خاصه جدا. اللي عنده فرصة أتمنى له التوفيق من الله إن شاء الله. الفرص موجودة والباقي اعملوا والباقي على الله، لكن لازم أنتم تعملوا. الإنسان اللي ما بيجتهد وبيعمل ما حيوصل. تحياتي لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في أمان الله. شوفوا دابا حنايا كنديروا جوله بالسياره صافي. شوفوا تبارك الله هادشي يا سلام، هذه احسن حاجه كتعجبني. واحسن شي على شط البحر هي تشري اختي الزريعه ولا البوب كورن ولا شي حاجه وتبقاي غادا كتمشي ولا تجلسي قدام البحر وتبقاي تقرقبي الزريعه. شوفوا توتو قشعوا توتو راه ضاربه مانطا توتو جا البرد عندك يا ماما، جايبين معاهم الماتيريال. المهم جينا هنا البنات واحد البلاصه بانوا لنا فيها هنايا الباراسولات، قلنا نجيو فاس مع البحر. لو جينا لقينا واحد الجروب جالسين بيناتهم دايرين السهره قالت لي التوريه صافي هما داروا لنا الانيماسيون. شوفوا هنا على بركه قالت لك التوريه قالت لك سير على بركه الله. عرفتي على هو كيضربك فاس زوين، واحد الهواء منعش. السهرة من هنا والبحر موراكم، واش بغيتو اكثر من هذا الشيء؟ قولوا انتصار ما كتهلاش فينا المهم حنا البنات بعدنا على داك الصداع ولا داك الشيء وجينا تمشينا وصلنا هنايا واحد البلاصه فيها غير الصخر والما مورانا. عرفتي واحد الصوت راه ما نقولش لكم سبحان الله العظيم. الماء انا كيجيني صوت الماء بحال صوت العصافير، بحال الصوت هذاك ديال الشجر، بحال ثيرابي واعره.
هادشي ومعلين واحد النجيمات والهواء نقي، تبعدي على داك الصداع ديال الناس والطوموبيلات والمدينه. عرفتي دابا افتقدت بزاف في هاد المجيه انني ما تمتعتش بالبحر بحال اللي مولفه كنمشي للبحر بزاف، نتغداو قدام البحر، نتقهواو قدام البحر. هاد المره المهم كانت هاد المجيه كما قلت لكم كانت سبيسيال من ناحيه اخرى. هنا البنات دابا جينا نختموا اليوم ديالنا بواحد الجوله فين مهم ولاد هاد السيكتور وبنات هاد السيكتور يعرفوا السيكتور ديال بورغون وداك الشيء، واللي بالضبط حدا مسجد الحسن الثاني، وهذه من اشهر المعلمات اللي معروف بهم المغرب، وبالضبط مدينه الدار البيضاء، واللي هي من اكبر المساجد. شوفوا تبارك الله ماشي غزال، واحد الهواء دار غزال، الصحه ديالها. المهم ما كرهتش نهبط باش نصورها لكم، ولكن هنايا الباركينغ فين كتلقاه. المهم ماشي مشكل، نوريكم اون فاس مع مسجد حسن الثاني. شوفوا داروا واحد الساحه زوينه، ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، فيها الالعاب، فيها واحد الكورنيش لي كبيره فين تقدروا تمشاو. المهم الناس اللي ماشي من هذه المناطق تعرفوا شويه على هذه النواحي. كاين تما الكراراس، بابوش، الكبال، المهم كلشي يبان لكم تما. الناس فريمون زوين هاد البلاصه هادي. شوفوا ودايرين زعما داروا ليكليراج جريدان، نوريكم. شوفوا الجريدات هنايا، المهم اللي كبروا في هاد السيكتورات هادو توحشوهم ومغتربات. اليوم دايره لكم جوله في الدار البيضاء، المهم كراج علال. المهم الناس مناطق المدن يعني اللي عمرهم جاوا لكازا كتسمعوا دائما بكراج علال. كراج علال يعني من الاسواق اللي معروفين في كازا، كبار كيبيعوا الجمله في كل شيء، في اي حاجه طاحت لكم في بالكم. المهم دزنا على درب عمر، ما صورتوش لكم، هو كيكون بينه وبيناتهم تقريبا شي كيلومتر. المهم هذا كله كيتسمى كراج علال. عرفتي راه بنهار ما تدوزيش، هاد المحلات كلهم كيكونوا حالين، ونيشان لاصق عليه قيصريه الحفاري درب سلطان. المهم هاد السيكتور تاع درب سلطان هي عرفتي الطلعه كي كتكون بالكراراس كلها راه كبيره. المهم فوالا هانتوما الناس ديال كازا يا راه بيان سور غنيه عن تعريف. قيصريه عزيزه هذا كله ذكريات كتكون فيهم هادو. انا عوده باش غادي نختموا الامسيه. شوفوا ماما مشات تقدات لوليداتها. شوفي غنقبلوا معاصلة لان ما جبتش ليهم واخا محيحه. شوفي لي داك البطبوطه البيضاء، شوفي هاتي صبري هاك شوفي الخاطر ويلي ضربتها العفريته. ويلي اجي هاد الكحله هادي قبيحه، هادي قبيحه ديما كتضربهم. واخا اش البيض فينا ولا البيض باين ليا شبعان. هذاك فين الناس مسكين هو ما كيبغيش ياكل. هاكا حبيبي اجي شوفي اش. واصبحت مستلزمات الجلسه المسائيه، وهذه احسن وقيته كتعجبني في النهار سورتو لكنها كمجموعين. المهم هنايا الفاكهه، حليوات، هما حليوات ماما طلع عمرها خلينا حقنا تبارك الله طاحت فيهم البركه. شحال من واحد كلا منهم، شحال من واحد دا منهم. هنايا الرباعي النبق والزرارع يا اختي ماما دابا عينيها غادي حوالو على الزريعه البيضاء. هي البيضاء، انا الكحله، خويا النبق، وتوتو شنو انتي اكثر وحده؟ كحله بحالي نص بحال قالت لك الدنيا هانيه. المهم هنايا درنا الفروي صافي غسلناهم داكشي. زعما شنو هي ديك شروميه لا زعما العالم من الفوق. صافي هنا توتو دغيا توتو كتصرع ليا الرمان دغيا فركات لينا الرمان. صافي كويسات، صافي راهما البريردات راه حطاتو. صافي البريردات راهما تما واحد حلو واحد سميتو مسوس قسامه، كل واحد شنو كيعجبو. ايوا صافي هذه ان شاء الله تكون جلسنا ندوزو نديرو شي حاجه نتحتعوا نقرقبوا على لنا بهاد العشيه هذه وهاد الليلات من الليل. دابا شحال 10 الليل. يلا السلام عليكم، اصبح الخير. المهم صباح الخير بنكهه صباح الخير ديال بصح مع دابا شحال 4 الصباح. وخرجنا من الدار ان شاء الله، شادين الطريق
المهم بلا ما نقول لكم الطريق راكم عارفين طريق المطر بيان سور. ان شاء الله الله يوصلنا بخير وعلى خير. الله يوصلنا زعما راه ديتكم معايا راه قال لي في الطوموبيل كنا غاديين. المهم الحمد لله. المهم حاولت ما نعش اول حاجه، واخا دابا عرفتي دايخه بالنعاس، مي فورسيت على راسي من نعش. انا عندي الفول ديال الصباح بكري، وفضل راكم عارفين الفول ديال 7 السوايع من الاحسن ما تنعسيش ليه، تقولي تنطلع للطياره باش نكون نيت دايخه ونعس هذيك الساعه على راحتي. صافي بقيت غير كنتلاها من حاجه لحاجه توصلنا ديك 4 الصباح. دابا خرجنا، كتكون الطريق شويه صعيبه ديال المطار، كتكون مضبه راكم عارفين اللي كيشدوها بالليل، راكم يكونوا عارفين علاش كنهضر، كتكون فيها سبحان الله العظيم واحد الضبابه في شكال. المهم ان شاء الله الله يمسطنا بخير وعلى خير، ودوز الاجراءات كيف ما دائما بخير وعلى خير وميسره وزوينه، ويدوز الفول زوين ان شاء الله. وكانت كما كنقول لكم دائما سبحان الله العظيم هاد العوده هادي كما هاد الطريق نفسها كتجيبنا فرحانين، كيما كترجعنا كتكون فهمتي عاوتاني واحد الاحاسيس شكال. وصلنا للمطار، ها نتوما كتسحبوا الخمسة الصباح الدنيا خاويه، شوفوا الدنيا شحال عامره. المهم وصل الوقت، قدينا الحويجات مسائل. غادي توحشوني، شي وحده كدير لهم الاسئله غادي توحشوني شكرا لي صافي قالت لي جرات الشر يلا غدا معايا زيدي توتو غادي توحشوني ضروري اختي. واش هاد الوجه البشوش، هاد الطاقه الجميله اللي كتضيف لكم في حياتكم، زعما راه كنجي كندير فيهم واحد الخير كبير والله الا زعما خاصكم تشكروا كندير لكم الطاقه، كندير لكم الرواج، كندير لكم النشاط. والله الا بصح يلا قالت لي ماما بصح ماما مسكينه الله يديك على خير. غادي دابا راه مابقيتش بوحدي اللي كنتوحشكم كلشي كيتوحشكم الله يديك على خير. امين ماما الله يرضي عليك الله يسهل عليك امين يا رب. الله دابا نصل العد مازال ندير لهم سلام ثاني ضروري كنديرهم سلام الاول وسلام الثاني. ايوا انها سنه الحياه. عرفتوا الشتا هادي ولا كتخيليه. باي باي الله يوصلكم على خير. يلا باي باي، نتلاقاو ان شاء الله ساعه ما احسن يا ربي. باي باي سلام سلام الله يحفظكم سلام. باي باي سلام. المهم الحمد لله كملت الاجراءات كامله بخير وعلى خير. دابا وصل وقت الطياره. المهم مع جمعه طلع النهار، الله يوصلنا يا ربي بخير وعلى خير. المهم الحمد لله طلعنا دابا الطياره، الباقه كلها بخاسك خاويه القدام كله. المهم فاش كنطلعوا الطياره كتلقاي الاندلس، تسمعوا الاندلس هاتي فيه واحد النعاس راه منقولش لكم عرفتي لومباردمون كنسوق كنمشي فيه الموت النعاس والعيا النعاس. الحمد لله تقريبا واحد 3 السوايع الحمد لله ارتاحيت فقط. دابا درت واحد الفيلم حطوا لينا هنايا الغدا، شوفوا الغدا دايرين فيه هنايا لي بات، واحد الكيكه اللي كتبان زوين، كيكه بالزبيب والقرفه مع الشوكولا. خديت الدجاج بالروز. صافي قربنا هنايا وصلنا ان شاء الله للمونريال، بقات تقريبا شي 20 دقيقه هكا. الحمد لله وصلنا على سلامتنا. عرفتي تبارك الله شتا شوف تبارك الله المطار عامر وكاين حس البرد، شميت ريحه البرد اصلا انا قلبت لا ميتيو داكشي ديجا البرد راه بدا على اتساع يعني هنايا سبحان الله. هذا هو السيكوريتي كيف ديما روطار كبير في الباكاج. دابا تقريبا 45 دقيقه وانا كنتسنى، تبان غير شي حاجه والو. وصلت من الاولين زعما الاجراءات الاولين كلهم دوزتهم دغيا كنوصل ديما الباكاج هو اللي كيعطلني.